جاي لك النهارده بالليله اللي جاب فيها ميسي الغضروف لبواتينج، مباراه ولا في الاحلام. البايرن نازله المباراه بدون الاجنحه الفتاكه بتاعتها روبن وريبيري، اما برشلونه فداخله باشهر خط هجوم في التاريخ في مهمه تدمير الفريق البافاري. وكالعاده يا كينج لازم تحط اللايك الجامد بتاعك وتصلي على الحبيب، ويلا نبدا الملحمه. المباراه اول 10 دقايق ما فيهاش خطوره كبيره والفرقتين خايفين من بعض. سواريز بيجرب بعدها بكره سهله في ايد نوير، سواريز الاخطر لحد دلوقتي وبيروح بانفراد بيضيعه بغرابه، والتصدي ده ماركة نوير بصراحه، حارس اسطوري. اللي بعدها من لويس سواريز وبيرقص بواتينج ويحطها لنيمار، وبرشلونه قريبه من الهدف الاول لحد ما توماس مولر بيلعب عرضيه سحريه لليفاندوسكي وبيضيع هدف بطريقه غريبه، وتحس ان اي هداف بيلبس القناع بيبقى لعن عليه. ميسي بيمسي على البايرن ومعاه 3 لعيبه وبيعديهم ويحط كرة رايقه قوي بس جنب القائم اليمين بسنتيمترات، وميسي كان